أهلا وسهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم بفكرة أفلام جديدة. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أفضل أفلام بوكس أوفيس 2022. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها، وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل فيلم في هذه القائمة جدا ممتع. قبل ما نبدأ متنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أول فيلم معانا فيلم الخيال والمغامرة أفاتار. الفيلم تم عرضه في دور السينما يوم 16 ديسمبر 2022. الفيلم حقق 1.9 مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي، وحصل على تقييم 7.9 على موقع IM من إجمالي تصويت 253 ألف صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز فهو حصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 77% من تقييم النقاد. بعد النجاح الكبير للفيلم في الجزء الأول اللي صدر في 2009، قرر المخرج جيمس كاميرون صنع جزء ثاني يضاعف فيه الإثارة والمغامرة والمؤثرات البصرية. الفيلم بياخدنا في جولة سينمائية مثيرة مليئة بالفانتازيا والمشاهد السحرية الجذابة لمدة 3 ساعات متواصلة، عنوانها الإثارة والحماس والمغامرة. تدور أحداث الفيلم في كوكب باندورا، حيث يعيش أبطالنا على الكوكب النائي بسعادة وأمان، ولكن الخطأ المحقق يداهم الجميع مع دخول جيش من المخلوقات الخطيرة برئاسة نيتري لاستعادة كوكبهم. وفي هذا الجزء الثاني سنرى العديد من الأماكن الخرافية المذهلة، هي بيئة غريبة لن نعهدها في الجزء. She's so close. So what does her heartbeat sound like? تاني فيلم معانا هو إثارة درامي توب غان مافريك. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 24 مايو 2022. حقق الفيلم إيرادات 1.4 مليار دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 8.3 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 502 ألف صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز هو حصل على 99% من تقييم الجمهور وعلى 96% من تقييم النقاد. حصل الفيلم على جائزتين، جولدن جلوب لأفضل فيلم وجائزة غرامي لأفضل موسيقى تصويرية للأفلام. الفيلم هو الجزء الثاني من توبغان، وتدور أحداث فيلمنا حول توم كروز اللي بيقود طيارة F-16 التابعة للقوات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يتم إرساله إلى محطة للتدريب، ويدخل في منافسة مع شخص للفوز بالجائزة. ولكن توم كروز بيفقد اهتمامه بالجائزة بعد وقوعه بحب المستشارة المدنية التي تحضر لإلقاء محاضرات على مقاتلات ميغ الروسية، ويفقد صديقه المقرب الذي قتل في حادث خلال التدريب، ويتأثر جدا بموته ويخسر الجائزة، ويتولد لديه شعور بالقلق ويفقد أعصابه ويشعر بأنه فقد القدرة على الطيران مجددا، قبل أن يحصل على فرصة جديدة إثر تعرض مجموعة من طيارات العدو لسفينة أمريكية جراء أزمة دولية. يقدم الفيلم وقتا ممتعا للغاية مليء بدخان الطائرات والارتفاعات المثيرة التي سترضي بكل تأكيد المشاهدين اللي يبحثوا عن فيلم صيفي ضخم كلاسيكي. ويتميز الفيلم بمشاهد مثيرة لمعارك جوية. ثالث فيلم معانا هو من تصنيف الخيال العلمي وارسيك وول. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 1 يونيو 2022. حقق إيرادات 1 مليار دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 5.6 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 165 ألف صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز هو حصل على 77% من تقييم الجمهور وعلى 29% من تقييم النقاد. تدور أحداث الفيلم بعد دمار جزيرة نوبار وفقد السيطرة على الديناصورات المهاجرة
المجانة التي تنطلق حول العالم لتعيش مع البشر في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يهدد مستقبل البشرية وتوازن الأرض. لكن يستمر البشر في محاولة التعايش مع الديناصورات، إلا أن شركة بيسول تحاول من خلال تجربة السيطرة على العالم من خلال تطوير نوع مهجن من الجراد العملاق، ويجتمع الفريق لمحاولة إنقاذ العالم من هذه التجربة. والفيلم هو الجزء السادس من سلسلة الحديقة الجراسية والجزء الثالث من سلسلة أفلام عالم الديناصورات. The clock might be about out of time. رابع فيلم معانا من تصنيف الخيال العلمي دكتور سترونج in the Multiverse of Madness. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 4 مايو 2022 وحقق إيرادات 955.7 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 421,000 صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز وهو حصل على 85% من تقييم الجمهور وعلى 74% من تقييم النقاد. تدور قصة الفيلم عن الأكوان والعوالم المتعددة، حيث يصادف ستيف فتاة قادرة على التنقل بين العوالم بسهولة تامة، ليدرك فيما بعد أن هناك من يسعى خلفها ويريد السيطرة على قواها، وذلك عبر كتاب السحر الأسود له طقوس خاصة حتى يتفاعل. ومن خلال التفاعل بين هذه الأحداث يطوف الفيلم في رحلة سينمائية مشوقة مثيرة للعين كثيرا بسبب استخدام الكثير من المؤثرات السينمائية. I'm sorry, Stephen. I hope you understand. The greatest threat to our universe. خامس فيلم معانا هو من تصنيف كوميدي عائلي مينيونز. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 23 يونيو 2022. حقق الفيلم 939.6 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 67,000 صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز وهو حصل على 89% من تقييم الجمهور وعلى 70% من تقييم. بيدور الفيلم خلال فترة السبعينات ويحكي قصة نشأة غورو، وهو أحد المعجبين بمجموعة سوبر شرير، وبعد ذلك يتغطى غورو ليصبح شريرا بما يكفي الانضمام إليه، وسرعان ما يحصل على بعض الدعم لإحداث الفوضى عن طريق أتباعه المخلصين الميمون. ويعد الفيلم من أفلام الرسوم المتحركة المنتظرة العام 2022، وذلك بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول منه في دور العرض العالمية عام 2015. Okay, vamos. وقبل ما نكمل باقي الافلام فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مره تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناه وتدوس على زر الجرس عشان تظهر لك كل فيديوهاتنا. سادس فيلم معانا هيكون من تصنيف كوميدي عائلي بلاك بانثر. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 4 نوفمبر 2022 واتمنع من العرض في بعض الدول العربيه كالسعوديه ومصر وعمان وقطر وكده. حقق ايرادات 840.5 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 142,000 صوت. وبالنسبة للتقييم على موقع روتين توميتوز فهو حصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 84% من تقييم النقاد. يدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري وموباكو وأوكاوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك تيشيلا، بينما يسعى شعب واكندا جاهدين لاحتضان فصلهم، وبالتالي يجب أن يتحدوا الأبطال معا وتشكل مسار جديد لأمتهم.
رابع فيلم معانا هو من تصنيف أكشن عائلي ذا باتمان. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 1 مارس 2022. حقق إيرادات 770.9 مليون دولار عالميا في التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 663 صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز هو حصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 85% من تقييم النقاد. تدور أحداث الفيلم حول بروس وين المعروف بالرجل والواط، والسنة الثانية له كفارس الضباع وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة ليدلر القاتل المتسلل السادي الذي يستهدف الشخصيات السياسية الرئيسية في جوثام، عندما يضطر باتمان للتحقيق في الفساد المخفي في المدينة والتشكيك في تورط عائلته في الأمر. I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? You. Dear God. I got you! I got you! تامن فيلم معانا هو من تصنيف الإثارة والمغامرات ثور لاف أند ثاندر. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 6 يوليو 2022. حقق الفيلم إيرادات 760.9 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتصويت الفيلم فهو حصل على 6.3 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 339 صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز هو حصل على 77% من تقييم الجمهور وعلى 63% من تقييم النقاد. يواجه ثور في هذا الفيلم نفسه ويبحث عن حقيقة ذاته وأسباب وجوده، ولكنه ينحي هذه الأفكار جانبا عندما يشعر بوجود تهديد كبير مصدره جور سفاح الآلهة الذي يسعى للتخلص من كل الآلهة وجعلها تنقرض. ولإيقاف هذا العمل يستعين ثور بأصدقائه القدامى والتي تمكنت من استخدام مطرقته الشهيرة كما يستخدمها هو بعد أن أعاد تركيبها. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. It's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. تاسع فيلم معانا هو من تصنيف الأكشن والحرب التاريخية ووتر جايد بريدج. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 1 فبراير 2022 وحقق إيرادات 626.5 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييم الفيلم حصل على تقييم 5.4 على موقع IMDb من إجمالي تصويت 992 صوت. وبالنسبة لتقييمه على موقع روتين توميتوز فهو حصل على 83% من تقييم الجمهور. ويعتبر جزء مكمل للفيلم هي المعركة التي حملت نفس الاسم خلال الحرب الكورية. 7连和9连配合，分4路行动扎脚。我走！ عاش الفيلم معنا هو من تصنيف كوميدي مون مان. عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 1 سبتمبر 2022 والفيلم حقق إيرادات 460.2 مليون دولار عالميا في شباك التذاكر العالمي. أما بالنسبة لتقييمه الفيلم حصل على تقييم 6.5 من 10 على موقع IMDb من إجمالي تصويت
966 صوت. يروي الفيلم قصة آخر إنسان في الكون، حيث يجد رائد فضاء نفسه محاصرا على سطح القمر بعد أن قضى كويكب على الحياة على كوكب الأرض.我姐，我姗姗来迟。地月之间的通信系统遭到了严重的破坏。我们现在除了看着他，什么都干不了。我们将全程直播独孤月在月球的生活，希望它能驱走我们内心的彷徨，照亮未来的道路。我现在哪里？那是雷城人。وكده خلصت قائمة النهاردة. اكتب لنا كومنت في الفيلم اللي شايف انه رقم 1 معانا في القائمة، وايه الافلام اللي اتظلمت وشايف انها تستحق انها تكون معانا النهاردة. كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.